مهاجم من افضل المهاجمين في تاريخ اسبانيا، كان عنده كل المميزات اللي تخليه مهاجم قوي، سرعه ومهاره وفينش عالي، وفوق كل ده كان عنده ظهور في الماتشات الكبيره والنهائيات. كان كابتن اتلتيكو وهو عنده 21 سنه بس، وكان واحد من اقوى المهاجمين في الدوري الانجليزي مع ليفربول، وكمان كان صاحب اغلى صفقه انتقال للاعب في الدوري الانجليزي بعد انتقاله لتشيلسي. ورغم ان فترته في تشيلسي كانت وحشه الا انه ساب بصمته ولسه الجماهير بتفتكره. واحد من صناع مجد اسبانيا وحقق معاهم اليورو وكاس العالم. هكلمك النهارده عن المهاجم الاسباني فرناندو توريس. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نصار. فرناندو توريس اتولد في مدينة مدريد في اسبانيا سنة 1984. توريس كان من صغره بيحب الكرة جدا، وكمان كان نفسه يطلع حارس مرمى، بس هو عنده 10 سنين يروح نادي صغير في اسبانيا اسمه رايو تريسي، وبقى يلعب هناك كمهاجم رقم 9 صريح. وبسبب موهبة توريس الكبيرة وتسجيله عدد اهداف كتيرة مع الفريق، تم اختياره عشان يعمل اختبارات في ناشئين نادي اتلتيكو مدريد. وفعلا توريس ينجح في الاختبارات وينضم لناشئين اتلتيكو مدريد، وتوريس ياخد رحلته مع ناشئين اتلتيكو ويتدرج في الفئات السنيه لحد ما في اخر موسم 2000-2001 يتم تصعيد توريس للفريق الاول في اتلتيكو. اتلتيكو وقتها كان في دوري الدرجه الثانيه الاسباني، ووقتها توريس يقدر يقدم اداء كويس وكمان يسجل هدف. بس للاسف اتلتيكو فشل في التاهل للليجا الاسبانيه. ونروح لموسم 2001-2002، توريس يبقى بيشارك بشكل اساسي اكتر مع اتلتيكو. موهبته وشخصيه توريس بانت في الموسم ده، وقدر يسجل 7 اهداف ويصنع 3 اهداف، ويساعد اتلتيكو على الفوز بدوري الدرجه الثانيه الاسباني، وبالتالي التأهل للليجا الأسبانية. وكمان على الصعيد الدولي توريس قدر يفوز مع أسبانيا ببطولة اليورو تحت 19 سنة 2002، وكمان هو اللي سجل هدف فوز أسبانيا بالبطولة قدام ألمانيا. ونروح لموسم 2002-2003، خلاص توريس ياخد الرقم 9 ويبقى هو المهاجم الأساسي لأتلتيكو. توريس في أول 3 ماتشات في الليجا صنع هدف قدام برشلونة، وسجل هدف قدام إشبيليا، وسجل هدفين قدام مايوركا. وهتلاقي إن توريس كان مؤثر جدا مع أتلتيكو مدريد، وكان هو السلاح الهجومي الأول للفريق. اتلتيكو تقريبا خسر معظم الماتشات اللي كان بيغيب فيها توريس. اتلتيكو كان في المركز ال 12 في الدوري الموسم ده، وتوريس في اول موسم ليه في الليجا يقدر يسجل 13 هدف ويصنع هدفين، وده كان رقم كويس جدا بالنسبه لمهاجم صغير، وده اول موسم ليه في الليجا. ونروح لموسم 2003-2004، توريس مستواه يعلى اكتر ويقدم موسم قوي، وبالنسبه لاتلتيكو توريس كان هو نجم الفريق الاول، وكمان كان بيبقى قائد الفريق في الماتشات الكبيره قدام ريال مدريد وبرشلونه. وهتلاقي ان الموسم ده المعدل التهديفي عنده زاد بشكل كبير، وكمان اتلتيكو خدت المركز السابع في الدوري. وتوريس الموسم ده سجل 19 هدف في الليجا، وكان ثالث الهدافين في الليجا بعد رونالدو نازاريو وخوليو باتيستا. وفي صيف 2004 تم استدعاء توريس لليورو مع اسبانيا، وتوريس شارك في الماتش كامل قدام البرتغال في المجموعات، بس للاسف اسبانيا كان مستواها وحش جدا وخرجت من دور المجموعات. ونروح لموسم 2004-2005، توريس برضو كان نجم اتلتيكو الاول، بس اللي كان واضح للكل ان توريس يستحق يروح فريق اكبر من اتلتيكو. وعلى فكره اتلتيكو وقتها ما كانش فريق قوي زي دلوقتي. المهم يعني ان توريس يقدر يسجل في الليجا 16 هدف، وفي كل المسابقات الموسم ده توريس سجل 20 هدف وصنع هدف. ونروح لموسم 2005-2006، كالمعتاد توريس يقدم اداء كويس جدا جدا ويقدر يسجل 13 هدف في الليجا، ويتم استدعاء توريس لكاس العالم 2006 مع اسبانيا. كاس العالم ده شهد احلال وتجديد لمنتخب اسبانيا، وابتدينا نشوف لعيبه شباب كتير منهم تشافي وتشابي الونسو بيشاركوا بشكل اساسي في الوسط، والاساسيين في خط الهجوم هم توريس وديفيد فيا. اول ماتش في المجموعات كان قدام اوكرانيا، وتوريس يقدر يعمل ماتش قوي بعد ما تسبب في ضربه الجزاء اللي سجل منها ديفيد فيا الهدف الثالث، وقدر توريس يسجل الهدف الرابع. وفي الماتش الثاني توريس يبقى نجم الماتش ويسجل هدفين قدام تونس. وفي الماتش الثالث قدام السعوديه توريس كان على الدكه ونزل كبديل، واسبانيا اتاهلت لدور ال 16. بس للاسف بعد تالق زيدان وفوز فرنسا 3-1 تنتهي رحله اسبانيا في البطوله. ونروح لموسم 2006-2007، اخر موسم لتوريس مع اتلتيكو. توريس يستمر في التالق، وهتلاقي انه سجل 14 هدف في الليجا. وبنهايه الموسم الكل كان عارف انه خلاص كده توريس هيمشي من اتلتيكو وهيروح فريق اكبر، وانديه كتير في الدوري الانجليزي كانت حاطه عينها على توريس. بس في النهايه اللي يقدر يفوز بسباق التعاقد مع توريس هو ليفربول، وليفربول فعلا يشتري توريس مقابل 38 مليون يورو عشان توريس يبدا فصل جديد مع ليفربول، والانفيلد يشهد رقم 9 جديد. ونروح لموسم 2007-2008، اقوى موسم لتوريس.
جماهير ليفربول كانت متوقعه ان توريس ياخد وقت عشان يتاقلم على اجواء الدوري الانجليزي، بس ده ما حصلش، لان من تاني ماتش يلعبه توريس وقدام اول فرقه كبيره يلعبها في الدوري الانجليزي وهي تشيلسي تظهر شخصيه توريس ويقدر يفتتح سجل اهدافه مع ليفربول بهدف جميل جدا من صناعه ستيفن جيرارد. وبعدها كمان توريس يقدر يسجل هدفين في ديربي كاونتي، وفي الماتش التاسع في الدوري قدام توتنهام توريس يقدر يسجل هدف في اخر دقيقه وينقذ ليفربول من الخساره قدام توتنهام. ومستوى توريس القوي يفضل مكمل في الدور الثاني، وهتلاقي انه سجل هاتريك في ميدلسبراه وسجل هاتريك في ويست هام، وكمان هو اللي سجل هدف فوز ليفربول في الديربي قدام ايفرتون. توريس الموسم ده قدر يسجل في الدوري 24 هدف، وكان تاني الهدافين الموسم ده ورا كريستيانو اللي كان مسجل 31 هدف. وكمان توريس كان في تشكيله احسن 11 لاعب في الدوري الانجليزي. وهتلاقي ان مستوى توريس ما كانش كويس بس في الدوري، لان كمان في دوري الابطال توريس كان عامل اداء قوي جدا. توريس سجل 3 اهداف في المجموعات، وسجل هدف فوز ليفربول قدام الانتر في ماتش الاياب في دور ال 16، وسجل هدف في ارسنال في ربع النهائي، وسجل هدف في نص النهائي قدام تشيلسي. بس للاسف ليفربول خرجت من نص النهائي على ايد تشيلسي. الموسم ده توريس عمل ارقام كويسه جدا، هتلاقي ان في كل المسابقات سجل 33 هدف وصنع 5 اهداف. وبعدها يتم استدعاء توريس ليورو 2008 مع اسبانيا. توريس قدم بطوله يورو ممتازه، وكان هو المهاجم الاساسي لاسبانيا مع ديفيد فيا. وفي دور المجموعات توريس صنع هدف قدام روسيا وسجل هدف قدام السويد. وتوريس عمل ماتش كويس قدام ايطاليا في ربع النهائي، واسبانيا فازت بضربات الجزاء. وفي نص النهائي اسبانيا فازت على روسيا وتاهلت للنهائي. ونروح بقى لماتش النهائي قدام المانيا. الماتش ده بالذات مدرب اسبانيا قرر يلعب بمهاجم وحيد بس وهو توريس، وراهن عليه. وفي الدقيقه 32 توريس يستغل غفله من دفاع المانيا ويسجل الهدف الاول لاسبانيا بطريقه جميله، والماتش يفضل مكمل على كده واسبانيا تفوز باليورو بهدف توريس. وتوريس يفوز باليورو ويفوز باول بطوله كبيره في مسيرته. توريس الموسم ده كان في التشكيله المثاليه للفيفا برو كافضل 11 لاعب في العالم. وكمان فرناندو توريس كان ترتيبه الثالث في البالون دور بعد كريستيانو وميسي. ونروح لموسم 2008 2009. للاسف الموسم ده توريس اتصاب اصابات كتيره وغاب عن ماتشات كتير للاصابه. توريس غاب عن 14 ماتش في الدوري، بس رغم الاصابات توريس كان مقدم موسم كويس، وكعادته دايما كان بيظهر في الماتشات الكبيره. توريس في الدوري سجل في اليونايتد وتشيلسي وارسنال وتوتنهام، وكان في التشكيله المثاليه لاحسن 11 لاعب في الدوري. وفي دوري الابطال توريس عمل ماتشات قويه قدام الفرق الكبيره. هتلاقي انه سجل هدف في ريال مدريد في الماتش الشهير اللي فاز فيه ليفربول 4-0، وكمان سجل هدف قدام تشيلسي في ربع النهائي. توريس الموسم ده في كل المسابقات سجل 17 هدف وصنع 7 اهداف. ونروح لموسم 2009 2010. موسم كويس جدا لتوريس رغم غيابه عن ماتشات كتير للاصابه. توريس غاب عن 16 ماتش في الدوري الموسم ده، وليفربول اتاثر كتير بغياب توريس، وهتلاقي انه خد المركز السابع في الدوري. بس رغم غياب توريس عن ماتشات كتير بس سجله التهديفي كان كويس جدا، وهتلاقي انه قدر يسجل في الدوري 18 هدف ويصنع 3 اهداف، وده كله في 22 ماتش لعبهم بس. واجمالا الموسم ده توريس سجل 22 هدف وصنع 4 اهداف. وبسبب مشاكل الركبه الدكاتره نصحوا توريس ما يروحش كاس العالم ويستغل الفتره دي في الراحه والاستشفاء، بس توريس رفض واصر على الانضمام للمنتخب. والقرار ده كان قرار سيء للاسف، لان على الرغم من فوز توريس واسبانيا بكاس العالم الا ان توريس ما كانش ليه اي بصمه في كاس العالم وكان حاضر غايب. بس في النهايه الحاجه الكويسه ان توريس فاز بكاس العالم مع اسبانيا، ودي حاجه تتحسب له. ونروح لموسم 2010 2011. في النص الاول من الموسم توريس يقدر يسجل 9 اهداف ويصنع 3 اهداف في الدوري مع ليفربول. وفي الشتاء تشيلسي يشتري توريس مقابل 58.5 مليون يورو، ودي كانت اغلى صفقه في تاريخ الدوري الانجليزي وقتها. وللاسف ده يكون اسوأ قرار ياخده توريس طول مسيرته. هتقولي ليه بقى؟ هقولك لان نسخه توريس مع ليفربول كانت مرعبه. توريس في 142 ماتش مع ليفربول سجل 81 هدف وصنع 19 هدف، يعني 100 مساهمه هدفيه في 3 مواسم ونص. ونكمل بقى النص التاني من الموسم مع تشيلسي. توريس مع تشيلسي كان عامل زي التايه، وكمان بقى بيشارك كبديل. وفي 18 ماتش مع تشيلسي ما سجلش غير هدف وصنع هدفين بس. برضه الناس قالت عادي لسه ما تأقلمش ونشوف الموسم الجديد هيعمل ايه. ونروح لموسم 2011 2012. توريس كان مقدم اداء سيء جدا في الدوري، ولك ان تتخيل ان توريس طول الموسم ما سجلش غير 6 اهداف بس في الدوري. بس يمكن في دوري الابطال كان اداؤه كويس، وانا مش هتكلم كتير عن دوري الابطال الموسم ده لاني اتكلمت عليه الحلقه اللي فاتت. بس المهم ان توريس كان ليه لقطات كويسه في دوري الابطال، واهمهم طبعا
هدفه الايقوني في برشلونه في الكامب نو واللي ضمن تاهل تشيلسي للنهائي، وتوريس يفوز مع تشيلسي بدوري الابطال للمره الاولى في تاريخه. توريس الموسم ده في كل المسابقات سجل 11 هدف وصنع 13 هدف، ودي طبعا كانت ارقام قليله جدا بالنسبه للاعب جايب مبلغ ضخم. وتم استدعاء توريس ليورو 2012. توريس ما كانش بيشارك بصفه اساسيه، بس هتلاقي انه سجل هدفين في ايرلندا في دور المجموعات، ونزل كبديل في النهائي قدام ايطاليا وسجل هدف وصنع هدف. وتوريس يفوز باليورو للمره الثانيه مع اسبانيا. ونروح لموسم 2012 2013. جماهير تشيلسي كانت عندها امل ان توريس يستعيد مستواه ويرجع نسخه ليفربول الاسطوريه، بس للاسف ده ما حصلش. ورغم تسجيل توريس ل 22 هدف الا انهم ما كانوش مؤثرين، او بالمعنى الاصح كانوا في بطولات الكاس. يمكن الحاجه الوحيده الكويسه لتوريس مع تشيلسي الموسم ده هو فوز تشيلسي باليوروبا ليج، وتوريس قدر يقدم اداء كويس وسجل 6 اهداف وصنع هدف في البطوله. وكمان في النهائي قدام بنفيكا توريس سجل الهدف الاول لتشيلسي، وتوريس يفوز باليوروبا ليج للمره الاولى في تاريخه. توريس الموسم ده سجل 22 هدف وصنع 9 اهداف في كل المسابقات. ونروح لموسم 2013 2014. للاسف مستوى توريس بقى من سيء لاسوأ، وبقى بيضيع فرص سهله جدا، وتحس انه بقى تايه في الملعب ومش عارف بيعمل ايه. توريس سجل في الدوري الانجليزي 5 اهداف بس، والاهداف دي اصلا كانت في فرق زي كارديف وهال سيتي وساوثهامبتون. توريس الموسم ده سجل 11 هدف وصنع 6 اهداف في كل المسابقات. وتم استدعاء توريس لكاس العالم 2014 مع اسبانيا، بس طبعا كلنا عارفين ايه اللي حصل مع اسبانيا والمستوى الكارثي اللي قدمته، وتوريس قدر يسجل هدف في استراليا. وفي صيف 2014 توريس ينتقل للميلان على سبيل الاعاره، وبعدها ب4 شهور الميلان يشتري توريس، ورسميا مشوار توريس يخلص مع تشيلسي. للاسف فرناندو توريس مع تشيلسي كان عامل زي الشبح، موجود ومش موجود. توريس مع تشيلسي سجل 45 هدف وصنع 30 هدف. الارقام دي هتحسها حلوه، بس للاسف كان معظمها في بطولات زي الاف اي كاب والكاراباو كاب. توريس لعب في الدوري الانجليزي مع تشيلسي 110 ماتش، سجل فيهم 20 هدف بس. الرقم ده اللي كان بيسجله في موسم واحد بس في الدوري مع ليفربول، وعشان كده قلت لك ده اسوأ قرار خده توريس في مسيرته. ورغم ان صفقة توريس كانت فاشلة مع تشيلسي الا انه علم مع جمهور تشيلسي في اكتر من لقطة. ونروح لموسم 2014 2015. توريس ما قدمش اي حاجة خالص مع الميلان، ومستواه كان سيء جدا، بس برضه عشان نكون واقعيين مستوى الميلان كله كان سيء، وتشكيلة الميلان ما كانش فيها اي حد يساعد توريس انه يستعيد مستواه. توريس لعب مع الميلان 10 ماتشات، سجل فيهم هدف واحد بس. وبعدها سيميوني مدرب اتلتيكو يطلب من توريس انه يرجع تاني لاتلتيكو، وفعلا توريس ينضم لاتلتيكو مدريد لمدة موسم ونص على سبيل الاعارة. وهتلاقي انه في النص التاني من الموسم سجل 6 اهداف وصنع هدف. ونروح لموسم 2015 2016. توريس يستعيد ولو جزء بسيط من مستواه، وهو في سن ال 32 يقدر يقدم اداء كويس. توريس قدر يسجل في الدوري الاسباني 11 هدف ويصنع 4 اهداف، وفي دوري الابطال قدر يسجل هدف في برشلونة في ربع النهائي ويصنع هدف قدام بايرن في نص النهائي. واتلتيكو مدريد اتأهلت الموسم ده لنهائي دوري الابطال وخسرته على ايد ريال مدريد بضربات الجزاء. ونروح لموسم 2016 2017. توريس ينتقل انتقال حر لاتلتيكو بعد انتهاء اعارته ليهم من الميلان. اداء توريس الموسم ده كان مقبول، وقدر يسجل 10 اهداف ويصنع 7 اهداف في كل المسابقات. ونروح لموسم 2017 2018، اخر موسم لتوريس مع اتلتيكو. اتلتيكو الموسم ده كان اداؤه كويس، وقدر يحقق المركز الثاني في الدوري ورا برشلونة، وتوريس قدر يسجل في الدوري 5 اهداف. اتلتيكو الموسم ده فازت باليوروبا ليج بعد فوزها على مارسيليا في النهائي 3-0. وتوريس يودع اتلتيكو ببطولة غالية جدا، وتنتهي مسيرة توريس في الملاعب الأوروبية، وبعدها ينتقل لنادي ساجان توسو الياباني يلعب معاهم موسم، وبعدها يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي. توريس سجل طول مسيرته 263 هدف وصنع 74 هدف مع الأندية اللي لعب لها، ده غير 38 هدف سجلهم مع المنتخب الأسباني، وعلى فكرة هو ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب أسبانيا. الحقيقة إن فترة البرايم بتاعت توريس مع ليفربول كانت أسطورية، وكان واحد من أقوى المهاجمين في العالم وقتها، وفي أول موسم ليه مع ليفربول كان هو أحسن مهاجم في العالم، ويمكن لو كان كمل في ليفربول كانت مسيرته هتختلف. توريس فاز بدوري الأبطال مع تشيلسي، وفاز باليوروبا ليج مرتين، ده غير كأس العالم واليورو مرتين مع أسبانيا. وفي النهاية لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وقول لي تحب أتكلم عن مين الحلقة الجاية.